عادة بكتب يعني بس عشان حول الموقف وتوافق على هذا فبنشوفها مدة طويلة بس لو انت مسكت فيها لازم تكون هي حالة طارئة لازم يروح عشان كذا غالبا الشائعة اللي تأثر على المخ والأعصاب، زي عندنا مثلا الصداع الحاد، الصرع، والسكتة الدماغية بعيد الشر عنه. اللي تجمع هذه الأمراض كلها هي إنه سرعة الاهتمام بها في حدود أول الأعراض. هنا في حملتنا عاملين أركان، كل ركن حيتكلم عن المرض عن طريق زي القصة الصغيرة. في هذه القصة حيتكلم عن الأعراض والإسعافات الأولية إذا كيف قابلت شخص بهذا المرض في حياتك. شكرا للاستماع. أول شيء حياكم الله جميعا، معكم فهد الشريف. بإذن الله حأحكي لكم عن قصة واحد اسمه خالد، من خلالها حنعرف أنواع الصداع وأهم أسباب الصداع الحاد. بداية من هو خالد هذا واحد عمره 25 سنة، كان يلعب في البيت مع أخوانه في ساحة البيت كورة، فجأة حس بصداع شديد وحاد لدرجة إنه ما قدر يتحرك. أمه شافته وشبك عساك بخير، فجأة يود عليه بكلمات غير مفهومة، قالت بس خلنا ندق على الإسعاف. والله دقوا على الإسعاف ووصلهم للمستشفى وقابلوا الدكتور وقالوا له القصة، فقال الموضوع لازم اخذه بشكل جدي واعلمكم عن اهم نوعين من الصداع، اسمه الصداع المزمن والصداع الحاد. فايش هو الصداع المزمن وايش هو الصداع الحاد؟ الصداع المزمن هو صداع من اسم مزمن يجي يستمر لفترات طويله، ومن اهم امثلته الصداع النصفي او الشقيقه او الصداع التوتري، وهذا يحتاج علاج طويل المدى من اسمه مزمن. بينما في المقابل الصداع الحاد صداع يجي شديد ولفتره قصيره، واذا عالجت السبب روح باذن الله. وفي صداع مهم قال لازم اكلمكم عنه اسمه الصداع واعد المفاجئ. ايش هو صداع واعد المفاجئ؟ هو الصداع يجي للمريض زي الصاعقه، بحيث ان الصداع يوصل لاقوى شده له في اقل من دقيقه، وهذا خطير اذا الواحد شافه، غالبا يدل على شيء خطير. من الاسباب الخطيره اللي تؤدي لهذا الصداع هو النزيف تحت الطبقه العنكبوتيه، وهي طبقه محيطه بالدماغ. من اهم اسباب هذا النزيف انفجار احد الاوعيه الدمويه في الدماغ، او مثلا واحد تعرض للحادث لا سمح الله او سقط من فوق، هذه كلها قد تؤدي الى نزيف تحت العنكبوتيه. بعد قال تدروا بعطوكم تقسيمه للصداع الحاد. قال في اسباب بسيطه للصداع الحاد واسباب خطيره. اسباب بسيطه قلق وتوتر عياذ العين وعدم اتزان في الاكل، بينما في المقابل الاسباب الخطيره وهي المهم بحد ذاته، يعني هذا المهم. من اهم الامثله لها التهاب الشريان الصدري، هو شريان موجود في هذه المنطقه، ايوه، فيجي المريض يحس بالصداع هنا، سواء هنا او هنا عاد بالجنبين، ومن شده الالم لو لمست بس الفوه حقته تلقاه انه ينقز من الالم وجعي ويحس بالم شديد، يقول لك لما اجي اكل احس فكي يوجعني، ما يقدر ياكل، يحس بتألم. ولا وين تكمن الخطوة؟ تكمن الخطوة انك اذا ما تعالجتي بسرعة ممكن يفقد بصره. هنا الخطوة فعلا. هذا احد اهم الامثلة على اسباب الصداع الحاد الخطير. ايضا من الامثلة التهاب السحايا، وهي الطبقات المحيطة بالدماغ، عادة فيروسية، ممكن تكون بكتيرية وفطريات، فيجي المريض عنده احتداء وارتفاع في درجة الحرارة. ايضا من اهم الاسباب دوام خبيثة لا سمح الله داخل الجمجمة، داخل الدماغ. اصلا نصهم يجونك بصداع، وغالبا يجونك ممكن بتغير في الرؤيه، يشوف الواحد اثنين او هباش ما يقدر يشوف زين، فحسب المنطقه المتاثره. فهذه برضو من الامثله المهمه على الصداع الحاد الخطير. فبقصه خالد هذه لخصنا ايش انواع الصداع وايش اهم اسباب. بالنسبه لخالد جاء في الطوارئ، اول شيء جاء في الطوارئ عنده صداع حاد. الدكتور اول حاجه سواه انه اخذ تاريخ مرضي. اخذنا التاريخ المرضي من خالد، بعد كده اخذنا منه فحص. اول حاجه شكينا عنده صداع يكون بسبب نزيف تحت الشبكيه. الشبكيه هذه اللي هي طبقه عند الدماغ، ففي نزيف تحتها. ايش سوينا؟ افضل خيار عندنا الحين انه احنا نوديه اشعه مقطعيه، هو افضل نوع اشعه موجود للحاله. طلع الخبر انه للاسف خالد عنده نزيف عنكبوتيه. ايش قررنا نسوي؟ قررنا احنا عندنا خيارين، يا اما جراحه مفتوحه يا اما قسطره دماغيه. اخترنا الجراحه المفتوحه على حسب الحاله طبعا. حاله خالد كان مناسب لها انه يكون في الجراحه المفتوحه. بعد كذا الحمد لله خالد استقرت حالته، الامر كان جدا بسيط،
اهم حاجه هم سووها انه بعد ما جاء الصداع هذا الحاد مره مفاجئ انه على طول رحله الطوارئ. هذا افضل شيء سووه. بعد ما استقرت الحاله الحمد لله نبهنا على كم حاجه، انه لو عندك مثلا مرضان صداع حاد، لو عندك غثيان، عندك استفراغ، انه ترجع لنا في الطوارئ وتاخذ عندنا مراجعه وتلتزم بالادويه باذن الله. والحمد لله خالد طلع سليم، والف سلامه على خالد والف سلامه عليكم كلكم، والله لا يجي الشر ان شاء الله. يستمر لأكثر من 5 دقائق. برضو ممكن تكون نوبات عديدة، والمصاب بمرض الصرع يكون غائب عن الوعي، حتى انه مجرد بعد ما يفيق لسنة يكون يقول ما اعرف اللي صار. اتوقع اسباب الصرع اسباب عديدة، لكن من اهمها مريض صرع مزمن وغير ملتزم بالادوية. برضو واحدة من الاسباب الثانية التهاب المخ او الاصابات المباشرة على الراس. برضو اضطراب بكيانات الدماغ يسبب صرع. ومن اهم الاشياء المنتشره عندنا الارتفاع الشديد والانخفاض الشديد في مستوى السكر يسبب الصرع. ايش علامات الصرع؟ كيف نفرق بين مرض الصرع؟ عرض حيكون عندي التشنج حيكون واضح. برضه ثاني اهم شيء الغياب عن الوعي، يمكن يستمر في الغياب عن الوعي لين حتى ما يخلص التشنج. الشيء الثالث تلاحظ انزلاقات نتيجة انخفاض الاكسجين في الدم. برضه من الاشياء المهمة انه يطلع لسانه، حتى ممكن يعض لسانه، خروج زي الرغوة من الفم. هذه كلها من علامات الصرع الحالة. هذا بشكل عام الشيء اللي حدث مع سوسن. يتكلم صاحبي عبد الجواد كيف نتعامل مع سوسن، كيف نتعامل معه بشكل اول حاجه انه والله الشخص هذا ما نحاول نمسك، بمعنى انه مثلا ممكن اشخاص المصابين بالصرع يقتلوا بالطريقه ويتسلج بهذا، احنا ما نحاول نفكر، لا نشيله زي ما هو، نحطه في مكان بعيد عن الخطر، ما في اي شيء حاد حوالينه ولا هو يقدر يأذي نفسه. تمام؟ هذا اول خطوه. ثاني خطوه اللي ممكن نسويها اللي هي نلف وجهه لليمين او اليسار. الغرض من هذا الشيء انه ممكن احيانا مع حالات الصرع بيصير فيه افرازات ويفرز لعاب. تمام؟ فممكن الشخص هذا لا قدر الله يبدع هذا الافرازات، ممكن يخش مجرى التنفس ويقفل على مجرى التنفس وما يقدر يتنفس. تمام؟ هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث انه ما نحط حاجه في فم هذا الشخص، لا بناكل ولا بنسوي نفس السبب، ما نبغى يشتغل. تمام؟ الشيء الرابع نوقف. متى بدا الصرع؟ متى انتهى الصرع. هذه حاجه ضروريه، بحيث انه اذا عدى على الصرع اكثر من 5 دقائق ضروري ندق على الاسعافات الاوليه. يعني اذا جو المسعفين يقول لك ترى الصرع. خامسا واخر شيء اذا انتهت نوبه الصرع والادمي لا زال مغمى عليه، تمام؟ في هذه الحاله نحط في وضعيه تسمى وضعيه الاستقامه، اما نقلبه بالكامل على اليمين او نقلبه بالكامل على اليسار. تمام؟ وكذا كثر الله خيركم والله يعطيكم العافيه. فعلا اللي سويتوا هذا الشيء اكثر من كافي الى حال الله يعافيك. حنتعرف على اسباب مفهوم السكتة الدماغية اولا واسبابها واسبابها. فمحمد هو رجل 57 من عمره، كان قاعد يشتغل على المكتب، فجأة حس بألم في الراس ونواف. بعد عدة دقائق لاحظ انه والله يدي ثقيلة، يده اليسار ثقيلة وعنده صعوبة في الحركة. بعد عدة دقائق برضه لاحظ انه والله عنده صعوبة في الكلام، وكمان لسانه متيسر. هذه الأعراض كلها فجأة أفزعت محمد وخلته يتصل على واحد من أبنائه. واحد من أبنائه فورا اتصل على الإسعاف على طول ووصل للفريق الطبي. بعد ما وصل للفريق الطبي تبين إنه عند محمد فعلا أعراض الجلطة الدماغية، وتم نقله على قسم الطوارئ في المستشفى على طول وباشر الفريق الطبي بكل سرعة واهتمام. بعد ما طبعا الطبيب محمد وأسرته قرر يشرح لهم عن حالته الطبية وإيش هي يعني الجلطة الدماغية وأسبابها وأعراضها. فالجلطة الدماغية تحدث بسبب توقف تدفق الدم إلى جزء معين من الدماغ. الدماغ يعتمد بشكل كبير على الأكسجين اللي يتلقاه من الدم. لما يقل الدم اللي يوصل للدماغ حتموت الخلايا، بالتالي حنبدأ نلاحظ التغيرات الجسدية اللي هي مثل صعوبة في الحركات، صعوبة في الكلام، صعوبة في القدرة على التفكير، وهذه هي الأعراض اللي لاحظها محمد. طيب إيش السبب اللي خلى محمد يكون عرضة لهذا الجلطة الدماغية؟ كان عنده عاملين خطر رئيسيين اللي هي التدخين وزيادة الوزن. التدخين للأسف يدمر جدار الأوعية الدموية ويزيد من احتمالية انسدادها. بالنسبة للسمنة، السمنة تزيد من ارتفاع ضغط الدم، وكمان تزيد مستوى الكوليسترول في الدم، وهذا كلها ترفع احتمالية الإصابة بالدم. طبعا عندنا النوع الرئيسية من
الكوليسترول حول الأوعية الدماغية وسدها. كيف نعالجها؟ عن طريق أدوية مضادة للخطر، وهو اللي أعطيناه قصتنا محمد. طيب بالنسبة للجلطة النزيفية تحصل لما ينفجر أحد الأوعية في الدم ويسبب تسرب في الدم داخل الدماغ. هذا النوع هو الأخطر، وأحيانا يتطلب تدخل جراحي علاجي لإزالة ووقف النزيف. في عندنا كمان اللي هي النوبة الإخبارية العابرة، هذه نسميها السكتة الصغرى. تعتبر هي زي جرس إنذار للجسم، تنبه الواحد إنه عندك عوامل خطر واحتمالية إصابتك بالجلطة عالية لاحقا ومهم التوجه إلى المستشفى. كيف نلاحظها؟ تحصل بسبب توقف انسداد أو انسداد مجرى الدم للدماغ بشكل بسيط، بعدين يرجع ما في أي ضرر على الدماغ. أعراضها تستمر من دقائق لعدة ساعات، وبعدين الأعراض تختفي تماما. بس زي ما كلما خدنا المريض المستشفى بشكل اسرع، كل ما كان كل ما زادت فرصه العلاج للمريض، كل ما كان المريض كل ما كان العلاج اللي يعطى المريض اكثر كفاءه. فدورنا المهم من العائله انها تعرف الاعراض تفرقها بين الاعراض الاخرى عشان نحدد هل المريض مصاب بهذه الجلطه ام بغيرها من العمليات. اما على عامل الخطر للسكتة الدماغية، فأهم عامل اللي هو عامل العمر. ذكرت يمكن من عمر المريض 57 سنة، هذا عامل كبير. فوق ال 40 يعتبر عامل خطر للإصابة بالسكتة الدماغية. السجل الأسري من أمراض القلب، كان واحد من أفراد الأسرة والأقارب الأب والأم والأخوان مصابين بأمراض القلب، هذا يزيد من الفرصة. أيضا إصابة المريض وصل بمرض القلب، التسخين، المريض نفسه عامل كبير بالإصابة بالسكتة الدماغية. السمنة، الضغط، السكر، غيرها من الأمراض المزمنة، هذه كلها تزيد من الإصابة بالسكتة الدماغية. طيب الحمد لله في مفضل التدخل السريع، نتحمل من العلاج إلى مرحلة التعافي. هذه مرحلة جدا مهمة للمريض نفسه. على المريض لما يتخذ إجراء صائب ترك التدخين، وأيضا بتغيير نمط الحياة، مارس الرياضة، تقليل السمنة، تحسين الأكل طبعا. أيضا وجه الطبيب كلامه للعائلة بضرورة معرفة الأعراض لصاحب السكتة الدماغية، عشان إذا ما سمح الله حصل من أي أحد أي شيء أي عرض من هذه الأعراض مباشرة الطبيب يأخذ المريض إلى المستشفى وعمل العلاج الفوري اللي إن شاء الله يقي المريض من فرصة الوفاة، لأنه مرض السكتة الدماغية مرض عالمي. كل دقيقة للمريض مهمة جدا وخطيرة، لأنه كل دقيقة قد ينتقل المريض من مرحلة العلاج إلى مرحلة الوفاة. هذا الكلام. عاجل اللي هي العلامات التحذيرية للسكتة الدماغية. أول شيء يكون في عسر في الكلام زي ما قلت، يكون يا إما ما هو قادر يفهمك أو يكون ما هو قادر هو يشرح الشيء. ثاني شيء هو حرف الألف اللي يكون في انحراف في الفم، مثلا حتى لو تقولي له ابتسم تلاحظي إن في ملان في الجهة اليمين مثلا بيصاب طبيعي. ثالث شيء اللي هو إظهار كلمة الجيم اللي هي يكون في جهة ضعيفة زي ما ذكرت في اليمين واليسار أو حتى الرجل. آخر شيء اللي هو لا تتأخر، إذا في حال لا سمح الله جهد في أحد يعاني من هذه الأعراض على طول 9 ساعات طوال. طبعا في أعراض أخرى من الصداع والدوخة وما إلى ذلك. أهم شيء الأعراض. طيب لا ما يجي طوال، إيش في شيء يدك ممكن يزيد، تحاول تطمن المريض، تحاول تهديه، تحاول تخليه مثلا يرتاح ينام على جنبه، تحاول مثلا تسند الغداء. أهم شيء كمان ما تخليه يشرب ولا يعرف. كمان أهم شيء راح يسألك على الطبيب الطوارئ أول ما يشوفك اللي هو متى آخر مرة شفت مريض طبيعي. ليش؟ عشان العلاج يعتمد عليه، يقول لك متى بدأ الأعراض، هل ممكن ندخل عملية، هل نعطي أدوية ولا شيء. ايوه طيب يكون كان اسمه بسيطة عادي
تعطيهم حتان ما تعطيهم دون حتان. هتان يلا خلاص. انا مو منهم. احنا من هتان. حتان. اذا انت من هتان ما تاخذون. ابى واحد المو. اذا احنا من هتان ما ناخذ. انت واحده بي. عندنا